بقول لك ايه، فكك من مسلسلات اليومين دول والافلام اللي معموله بالذكاء الاصطناعي وتعالى نرجع بالزمن ل 2001، السنه اللي نزل فيها فيلم غير مفهوم السينما للابد. احنا هنا بنتكلم عن الجزء الاول من لورد اوف رينجز. اللي لسه ما شافوش تعالى اقول لك ليه لازم تعيده تاني دلوقتي حالا. القصه وما فيها يا سيدي ان في ارض خياليه اسمها الميدل ايرث، كان في دكتاتور شرير كده اسمه ثورون. الراجل ده عمل خاتم سحري مرعب. الخاتم ده مش فضه ولا ذهب، ده خاتم فيه الروح بتاعته وفيه الشر كله، واللي بيلبس الخاتم ده بياخد قوه مرعبه بس بيبقى عبد للخاتم. المهم، الخاتم ده بعد حوارات وسنين بيقع في ايد مين؟ في ايد كائن صغنون غلبان اسمه فرودو، من عرق الهوبتس، ناس كده كل طموحها في الحياة انها تاكل وتنام وتزرع ارضها. فجأة الساحر العجوز الروش جاندلف بيقول لفرودو: يا فرودو، الخاتم ده لو رجع العالم كله هيتأستك والشر هيحكم. ومن هنا بتبدأ المتعة. فرودو لازم ياخد الخاتم ويمشي بيه آلاف الأميال وسط جيوش وتنانين وفرسان سود بيموتوا في أي حاجة علشان يرمي الخاتم في بركان اسمه جبل الهلاك، المكان اللي الخاتم اتعمل فيه ولازم يتدمر فيه. طبعا فرودو لو راح الرحلة دي لوحده هيتفرم من أول محطة، فبيتعمل ربطة الخاتم. اتعمل من ميكس غريب، بشر صايعين وضاربين دم، قزم عصبي، الف جني وهو قناص بالاسهم وما بيجليش، وساحر بيوزع هيبه، شله هتروح في رحله انتحاريه حرفيا. ليه الفيلم ده عبقري؟ اول حاجه بنتكلم عليها هي المؤثرات البصريه. انت متخيل معايا يا صديقي ان الفيلم ده معمول من اكتر من 20 سنه؟ واتحداك لو حسيت في لحظه ان الجرافيكس شكلها قديم او فكست منك، تحس كل حاجه حقيقيه ومرعبه جدا. تاني حاجة هي الأكشن، مفيش بقى جو الكمبيوتر جرافيك الزيادة اللي انت بتشوفه ده، لا، السيوف حقيقية والدروع حقيقية وخناقات شوارع على كوكب تاني، هتحس بضربات السيف في ودنك. تالت حاجة وهي الميوزك، هتاخدك لعالم تاني حرفيا، تخليك عايز تقوم تحارب مع الساوند تراك. الجزء الأول هنا في الفيلم هو البداية، السلمة اللي بتدخلك لأعظم ثلاثية اتعملت في تاريخ البشرية. ما تنساش أهم حاجة تشترك في القناة، نوصل 10,000 مشترك في أسرع. لو عجبك الكلام اخبط اللايك المتين واكتب لي في الكومنتس لو شفت الفيلم ده قبل كده، واستنوا الفيديو الجاي عشان نكمل الرحلة. سلام.